فيديو جديد واسرع كوبايه جبنه هنعملها. اول حاجه هنبدا بالحاجه، مش هنعمل كتير قوي، مش هنكتر جبن. وبعد كده ندخل بالجبنه الشيدر. طبعا يستحسن تقطعها اجزاء لان كل جزء هيدي طعم مختلف عن التاني. ندخل على اللانشون وحاول تنقي نوع نضيف، وبرده اجزاء لان هيطلع معانا في الشوكه واحنا بناكل. معانا كمان الجبنه الرومي، انا بعشق الجبنه الرومي. اكتب لنا في الكومنتات لو انت بتحب الجبنه الرومي ولا لا، في ناس ما بتحبش الجبنه الرومي. شويه موزاريلا كمان، شويه جبنه شيدر كمان، طبقه كمان، قطعه لانشون. حاسس ان احنا مش مكترين جبن، مش عارف ليه. حته صغيره جبنه تركي من على الفوق، واخر حاجه وش موزاريلا. وخلوا الوش موزاريلا يبقى شويه مش قليل، موزاريلا متلجه حرفيا. ودي بكده حرفيا اسرع كوبايه جبنه هنسيحها دلوقتي، تقدر تعملها على الفطار، على العشاء، على الغداء، تعملها سناك سريع فوق الممتاز. يلا بينا نسخن. انا بس عايز اوريكم الشده. مم. طعم رائع، 100%. الاختراع ده عالمي. طعم الجبن باين، طعم اللانشون، الموزاريلا حاطه طعم حلو جدا، ممتاز 100%. انا عليا اختراعات رهيبه يا مولعه. يا جماعه بجد جامده جدا، هي لسه جايه على بالي حرفيا وانا بعمل فيديوهات البيتزا اللي بالجبنه والاندومي اللي بالجبنه، وكل الفيديوهات دي هسيب لك اللينكات لو انت ما اتفرجتش عليها في الديسكربشن. افضلهم 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 وارخصهم. ناخد قطمه من غير اي حاجه. اختراع رائع 100%. لو عجبك الفيديو دي لايك، اعمل سبسكرايب، على زر الجرس، سيب لنا كومنت حلو وقول لنا ايه الاختراعات اللي انت بتحب تعملها. يلا سلام.